من ناحيه البنيه التحتيه، في ناحيه البنيه التحتانيه المغرب احسن من الجزائر. خلاص انت مو جزائري كذاب. استغفر الله العظيم. والله يا عم حسين انت تناقش منو يا عم حسين؟ اخي جاسم انا استودعكم الله. تمام عم حسين والله بعمرك. اعرف البنيه التحتيه ولا اتكلم. تحياتي لاخواننا الجزائريين الاحرار اللي يتكلمون الله بصدق. يحفظك الله يحفظك. كلنا احرار. انا ارفع لك القبعه. شوف الفرق. لا في فرق بين جزائري، في فرق بين كرهوني. لا قال له تعال عطني راوني بطاقتك، قال له راوني بطاقتك. انا لا لازم تقول، تعرف هذا رئيس كوريا الشماليه يوم يقول لهم لا لازم تصفقون، اذا ما صفقتوا بتموتون، فنفس الشيء لازم تقول الجزائر اقوى وبعدين انت مو جزائري. خلاص. جاسم، امس طلع واحد كنا فاتحين بث على المشهد اللي حاطينه مال استقبال ملك المغرب، دخل عندنا واحد جزائري، اول كلمه قالت عارف شو قال يا صهاينه يا اولاد الصهاينه توت توت توت. شوي يطلع له واحد جزائري قال انت هو ابو الصهيوني. يا اخي متناقضين احنا، ترى ما عادي، اذا في شيء عادي تفضل جزائري وافتخر. السلام عليكم. ترى الاشياء دي عيب يعني انك عندي سؤال برك، انا برك عندي غير سؤال. علاش راكم طايحين الجزائر؟ علاش خويا؟ علاش كي تهضروا على الجزائر تبقوا تضحكوا وطايحين على الجزائر؟ علاش اللي كاين؟ وضح سؤالك اخوي الجزائري. اول شيء وضح سؤالك عشان افهمك. انا نهضر بالعربيه تاعي نورمال، الدرجه تاعي تاع الجزائر، انا من الغرب الجزائري. الحين اذا كلمتك شحي ترى ما تفهم شيء اساسا، يعني لا تجينا احاول اتكلم لغتي عشان تكون عاميه عشان الكل يفهم، فاهمني كيف؟ فاتواضع معنا اخي الجزائري. انا قلت لك، انا ما فهمتنيش واش قلت لك. قلت لك علاش كي تهضروا على الجزائر تبقى تضحك انت تهضر تا جاسم. احنا ما نضحك على الجزائر، نضحك على الجزائري اللي ينتقد بلدان ثانيه ويرمي الناس بالحجر وهو بيته من زجاج. هذا الشيء اللي يضحك عليه. نضحك على الاشخاص وليس على الدوله. دوله الجزائر قائمه بشعبها وقائمة بحكامها، والله يزيدهم من فضله إذا في شيء. احنا نتكلم عن انتقادات والأشخاص اللي تدافع عن الباطل بس. هذا هو هذا الباطل. شو هو هذا الباطل؟ انت اروح نقول لك، انت راك تقول لي طوابر هذه ما قال طوابر. هي هذا الطوابر اللي قال ما عندنا طوابير. انا اكدت له ان في العكس. انا ما اتهم ولا سب ان في طوابير. الاشياء اللي شو اسمه، اللهم لا شماته في الاشياء، فاهمني كيف؟ هو اللي عطنا شيء ايجابي، عطيته السلبي مقابله. قال الجزائر عامه من الشمال للجنوب كلها غاز وكهرباء ومي وبنيه تحتيه، فعطيته العكس. طلع عمي حسين مواطن جزائري حقاني قال انا ما اقدر اسكت عن الحق، وعطانا حتى التفاصيل وثبت له العكس. انا ما اقول ان الجزائر ميته خلاص ترحموا عليها، لا انا اقول في مناطق تحت خط الفقر، في مناطق عندها طوابير عن خذوها بعقلانيه، لا تاخذوها بحساسيه. ليش خليني افهمك على هذا الطوابر. انا مو ضدك اخوي الجزائري، انا مو ضدك، انا ودك وياك بسلم عليك وبشرب وياك كوفيه وباكل وياك. سلام انت اخوي في الاسلام. السلام عليكم. انا اتكلم عن نظام عام، انك تكون دولة بترولية عندك غاز وعندك طوابير على الغاز، هذا الشيء لا يقبله العقل. غادي فهمك علاش انا غادي بس هذا انا ماني ضدك اخوي. صح. كاين مناطق مثلا في الجزائر وين الكثافه السكانيه تكون كبيره، التوزيع نتاع الدكاكين هذوك اللي يبيعوا الحليب ويبيعوا المشتقات وهذه يكونوا قلال في هذه المناطق، وبالتالي الكثافه لما يكونوا السكان بزاف ويكون مانيش عارف تفهمني، الدكان يعني يكون زوج ولا ثلاثه، ويكونوا زوج ولا ثلاثه يكون قليل. لكن والله العظيم اني نحلف لك اقسم بالله لما توفر هذه وحده. خليني نهضر. تفضل سامحني تفضل. والله لما توفر. وبالنسبه اللي ماشي واصل لبعض زعما الاماكن، هذوك الاماكن فيهم دي فوا وين تلقى، يعني بعض المرات وين تلقى سكنات فوضويه. كي نقولوا سكنات فوضويه يعني عشوائي، ما يكونوش عندهم رخصه تاع بناء، ويجي يحط تما ويبني، وبالتالي هنا يليق مشروع وبرمجه باش يوصلوا له الغاز. ولكن الغاز والله العظيم يا اخي لما توفر، لكن كاين حتى تحت الارض موجود غاز. لا لما توفر بس ان اذا موصول ولا مو موصول. الحين انتم عندكم المفروض الجزائر، المفروض انتم عندكم غاز من متى اكتشفتوا انه عندكم غاز؟ كم سنه؟
سنين المفروض يكون كل بيت جزائري عنده انبوب غاز ولا لا؟ لا عنده انبوب اسمعني انبوب المفروض خلاص جرات الغاز انتهى موضوعهم، جرات الغاز نقول لك عندك انبوب غاز ولا لا؟ اسمح لي، راني نقول لك البيوت البنايات العشوائيه. خل نتكلم عن الجزائر العاصمه وعن وهران. لا شوف دوك غادي نقول لك علاش هذا. مثلا وهران هل عندك انت وين غاز موصول داخل بيتك ولا لا؟ عندك وصلة سنترال غاز، سنترال بالانجليزي، عندك ما عندك؟ اقسم بالله لا عندي، والله لا عندي. وانا ما ليش في الجزائر العاصمه بتحصل طوابير على الغاز؟ لا انا فاهم، اسمح لي نفهمك. لا هروح نقول لك كاين دروك الجزائر العاصمه اسكو راها بنيه نتاعها غير هاد جديده. الجزائر العاصمه قديمه، كاين بعض التوصيلات اللي بلاو قداموا راهم يعاودوا فيهم. تبعني واش راني نقول لك. الوغ كي هما فيهم احنا في 2023 مع اي سنه بيعيدون ترى. خليني نفهمك يا اخي، خليني نفهم. انتم متى طلع الاستعمار من عندكم؟ سبحان الله 62 صح؟ في 62 ما اعرف وش قلت بالفرنسي بس 62 صح؟ 62 من 62 لين الحين 60 سنه. ايوه 60 سنه يعني بعد لين الحين ناس عندها طوابير الغاز. شوف الغاز مفروض ما تعطى مبرر. عجز في الدولة ما في مبرر لموضوع الغاز. المفروض الغاز يكون دامك انت دولة تنتج التين، مفروض الكل عنده تين. دامك دولة تنتج رمل، المفروض الكل عنده رمل، بغض النظر انت في جبل، انت في صخر، انت في كذا. هذا الشيء منطقي. شوف السلام عليكم. الجزائر قارة. السلام عليكم. علم القارة، ما اتكلم عن ميسي، حتى روسيا قارة. السلام عليكم. عليكم السلام. عم حسين التوصيل يا اخي، التوصيل. شوف اخي العزيز، هل منطقة بوينان فيها الغاز ام لا؟ راك معايا هنايا؟ نعم. ايه معك يا. كيفاش فيها الغاز ولا لا؟ منطقة بوينان فيها بنيان جديد، بنية في 2016. هل فيها انابيب الغاز ام لا؟ شوف عارف انت عندك الاجوبه، قول لي الجواب، قول لي. ترى هو انت اللي عارف، هو يسالك الحين يقول لك دائما تقول حدود المغرب مناطق. اذا انت الحين يعني يسالك المنطقه هذه فيها غاز ولا لا؟ عليا مانيش عارف. ايه تراها ما فيها. الجزائر قاره، الجزائر تقسمها على 10 باش تولي. ما نتكلم عن القاره. تشوف الحين حتى امريكا قاره. راك تقول لي انت حتى امريكا قاره، حتى روسيا قاره. اسمح لي، انا في نقطه وهو يعطيني ابعد نقطه، اقصى ما يعطيك ابعد نقطه، بعطيك تعرف ساحه الشهداء. نعرف ساحه الشهداء، ما نعرف ساحه. كل يوم الاربعاء تحصل طوابير حق غاز. ليش؟ حق غاز وحق حليب. قول حسن هذا على الغاز ولا الحليب؟ فاهم؟ لا جاسم انا لم اقول على الغاز، انا اقول على الحليب. هضر معايا بالدرجه تاع. تكلم عن الغاز يا حسين. تكلم عن الغاز، هو جاوب على الغاز، عطى المناطق اللي قال الغاز منطقة أضرار بلاد غازية أم لا؟ ما تنساش باللي الكثافة السكانية كي دايرة تاعهم أضرارك تعرفش فيها نتايا. ما تبقاش تلعب بدو فاس. لا ما نلعبش أنا ما نلعبش بدو فاس أخي. المنطقة أضرار بلاد غازية منطقة غازية أم لا؟ ما تلعبليش بدو فاس. قول لي نعم أم لا؟ نسقسيك انت في دارك عندك الغاز؟ عندي. اي علاش تحل في فمك؟ نحل فمي باسكو كاين مناطق ما عندهمش الغاز. والله لاعب تلعب دوبل فاس. والله ما نلعبش دوبل فاس. نتكلم الدولة مفروض توفر اللي ما عنده. إذا أنت عندك فلوس، إذا أنت عندك فلوس ترى تشتري الغاز حتى تطلبه من بريطانيا وبيجيك. الناس اللي ما عنده ما نلعبش. جو با لو دوبل فاس يا أخي. أنا راني نقول لك أنا عندي غاز. أنا نقول لك جاوبني، هل منطقة أضرار منطقة غازية أم لا؟ أنت مخلط سور. tu n'es pas un Algérien pur. يلا الحين رحنا لا انا tu n'es pas un Algérien pur باسكو ما عندك. انا مش الجيري، انا ماروكا. هيا روح المروك. شا قاعد دير هنا عندنا؟ لا انا عايش هنا، عندي ولادي هنا وانا عايش هنا. وين عايش هنا؟ انا عايش هنا في بلادك. عايش في بلادي تقطع في بلادي. علاش؟ مازال دم الشهداء يخلص فيك. لا بعطيك الاحصائيات يا جزائري. حسين هذا لازم يا مغربي اهم شيء. قبل ما تعطي الاحصائيه، في موقع رسمي عندهم، في موقع رسمي
البنية التحتية من ناحية البلديات اللي عندهم شو كاتبين فيها؟ المقالة الرئيسية لهذه الدولة، لأن الدولة تصنف من أردع الأماكن حيث لا تتوفر فيها معدات لبناء البنية التحتية. البنية التحتية الجزائرية من ناحية التشريعات الحكومية غير موجودة التي تساهم في إنشاء المقالة للبنية التحتية للدولة، وذلك لعدم توفير رأس المال المحدد لها من قبل الدولة. لحظة شوف الشحي بعطيه الحين احصائيات من دولته من جزم بلدية الجزائر العاصمة. لحظة عمي حسين، لحظة شوي. المناطق اللي ما عندها غاز، شوف المناطق اللي ما عندها الجزائر العاصمة. بصح عيب عليك. منو هذا يتكلم؟ هو الجزائري. على بلادك بنسقسيكم، انا ما تهضروش على بلادكم، تهضروا على الجزائر. يلا زين الحين رحنا موضوع ثاني. انت ليش ايش فيك يا اخي؟ ليش تعصب؟ ليش؟ كل يوم انا مش متعصب، انا مجرد نقاش. امس حنا فاتحين على تونس، والاسبوع اللي فات فاتحين على المغرب. وين المصيبه؟ وعلاش ما تحلوش على بلادكم؟ بلادنا ما فيها طوابير. ايش فيها بلادكم؟ الحمد لله فيها الاكل والنوم وقله مرعى وصنعه. يلا شو تبغى؟ والله العظيم انتم ما عندكمش كاع النقص، عندكم غير الايجابيات. النقص بيكون الحمد لله والشكر. ولا ما في نقص. البوطة الغاز توصل للدار عندنا، البترول عندنا النقص شوف النقص الحمد في لله كل والشكر. بلد. عايشين حياتنا مرتاحين. اسمع تجد النقص في كل بلد. النقص يوجد في كل بلد. ما عندكش اخوي الحسين، المقارنة ما بين النقص. عمي حسين عطني دقيقة. اخوي يقول حسين اتكلم عن الغاز اللي في الولايات، صح؟ ولاية الشلف فيها غاز ولا ما فيها؟ فيها اختك، ولاية الشلف فيها اختك. قوية هاي. طلع الجني اللي داخله. ايوه هذا مو بجزائري على فكرة، هذا كرمولي. هذا مو بجزائري. ما يسبون احفاد الشهداء، ما يسبون، عيب هذا مو اي ما يسبون. الان يقول جزائري الحر، جزائري الحر المتربي المتخلق اللي عرفناه ما يسب. لا ما يسب، عيب. انا قلت لك فيها اختك وصاي ما سبيتكش. انت مو جزائري، انت تعرف اختي، انت ما تعرفها. ما لا شوف، هم عندهم جاسم كلمة اخت هذه مو بسبة عندهم، تعرف؟ والله ايش المستوى هذا؟ اعوذ بالله. ولا مرة من المرات مع واحد قال شو؟ اسمح لي شوف جسم، اكتب عن اليوتيوب تاريخ شرق غرب. تاريخ سريع شرق غرب الجزائر. ترى طريقا الذين يتكلمون عليه. انا بعرف الطريق اللي يتكلم عنها. الطريق هذا يمثل 10% من الجزائر. انا عارف اللي يتكلم عنه. انا اتكلم له على الغاز، اتكلم ترى هو موضوع الغاز. انا اتكلم له هو يودي يقارن المغرب بالجزائر. هل رأيت انت طريق شرق غرب اوتوروت مثل ما يقولوها؟ رأيتها في الفيسبوك اخر مره. شيء في عرصه، في الطريق اللي في عرصه في وسط فيها عرصه في وسط الطريق اللي عنده عمود كهرباء في وسط الطريق، صح؟ صح. شوف البلد عمود كهرباء نزل كهرب. شوف اقول لك جاسم 30% من البنية التحتية بعد ما اكتمل عندهم. لحظة شوي بشوف العمود. شوف جسم. هم عندهم الذي يتكلم الحق انه ليس جزائري. ايوه هذا بالضبط، لازم يطلعك انت عن طورك. هل